الفيديو ده مهم جدا لأي حد عايز يشتغل معانا في سلطنة عمان ويقبض بالريال العماني أو بالدولار. لازم تكمل الفيديو ده لآخره، لأنك بعد ما تكمله هتبقى محترف في الذكاء الاصطناعي واستخدام جميع أدواته مجانا. وده لأن الوظائف كلها دلوقتي بتتطلب خبرة في الذكاء الاصطناعي، واللي ما يعرفش يشتغل بالذكاء الاصطناعي هيخسر كتير. وعشان كده احنا عملنا الكورس ده اللي هيعلمك كل حاجة عن الذكاء الاصطناعي من الألف للياء. فمجانا هتتعلم ازاي تستخدم الشات جي بي تي وتصميم الأصوات وتصميم الصور وتصميم الفوتوشوب والانيميشن والديزاين، وكمان تعمل تصميم الديب فيك وتغير الوجوه في الفيديوهات وحاجات اكتر من كده بكتير. الكورس ده من مضمون.com، المؤسسة اللي بتدرب الناس وتسفرهم للخارج بخبرة احترافية. عشان كده بقول لك ما تضيعش وقت، شوف الكورس ده من اوله لاخره وهنوفر لك كل الادوات الاحترافية مجانا. وفيديو النهارده هيشرح لك طريقة احترافية في الديب فيك وتحويل الوجوه في الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي مجانا. ومعاكم أسامة محمود من مؤسسة مضمون.com، ويلا نبدأ. واول حاجه هنعملها ان احنا هندوس على الرابط اللي سايبه لك في وصف الفيديو. بمجرد ما ادوس على الرابط هيفتح لي الصفحه دي، والصفحه دي هتلاقي فيها الكورس اللي نقدر نحول فيه الصوره لفيديو بالذكاء الاصطناعي، ونقدر نعمل استنساخ بطرق سهله جدا. وكالعاده اول حاجه هنعملها ان احنا هندوس على الصوره دي او كلمه ضغط على هذا الرابط من هنا. بمجرد ما ادوس على الرابط ده هيفتح لي الموقع بتاع النهارده، واللي هو الهدف فيه ان انا احول الصوره لفيديو بالذكاء الاصطناعي. اول حاجه هتعملها ان انت لازم تكون مجهز الفيديو اللي انت عايز تعمل منه عملية استنساخ للصورة، وبالاضافة لكده الصورة اللي انت عايز تعمل ليها عملية الاستنساخ. والخطوة الاولانية قبل ما نعمل عملية رفع للفايل ان احنا نعمل لوجن او نعمل عملية كرييت لاكونت. هندوس هنا ونقول له ساين ان ويز جوجل اكونت. هيقول لي الاكونت ده، اقول له تمام واقول له كونتينيو، خد الصلاحيات بتاعتك للموقع ده. بمجرد ما انا عملت كده خلي بالك ان هو بيدي لي يوميا 50 كريدت اقدر اعمل بيها فيديوهات. وبالتاكيد ان انا لو شفت ان انا بقدر اكسب من الحاجه دي او اشتغلت في شركه والشركه طالبه مني فيديوهات كتير، فساعتها اقدر ادخل هنا واشتري باقه من الباقات. وبالاضافه لكده الباقات الرخيصه، في باقات تبدا من 21 دولار. عموما احنا هنا هنختار الباقه الفري ونبدا نعمل عمليه كرييت، وهنشوف الفيديو ده هيبقى شكله ايه بعد عملية التحويل. واقول له شوز افايل. انا هنا وديته للملف واقول له الفيديو اهو، وهستنى لحد ما يخلص ويحدد ملامح الوجه. يرجى العلم ان انت لازم تكون رافع الفيديو بكفاءة عالية جدا. وهو هنا ما خدش اكتر من دقيقة في عملية التحديد وقال الوجه اهو. وهو هنا بيقول لي نختار وجه من الوجوه الديمو. انا هقول له لا، انا عايز وجه انا عايزه بالظبط. وبالتأكيد انت عارف ان انت تقدر تحمل اي وجه، حتى لو وجه خاص بيك او وجه انت عايزه واحد صاحبك ايا كان. انا هنا هدوس علامة الزائد واقول له صورة ايلون ماسك اللي انا محددها هنا. وهنا دلوقتي هو بدأ يعمل عملية اضافة للوجه. فانا هقف على المشهدين. هو خلي بالك ان هو بيبقى محدد لك وجوه هنا. لو الفيديو فيه اكتر من مشهد هتلاقيه بيقول لك انا الوجه ده في المشهد ده، الوجه ده في المشهد ده، وايا كان عدد الوجوه هتلاقيه حطهم هنا. انا هنا بالنسبة لي هدوس على اول مشهد كده واروح دايس على الصورة هيضيفها. وتاني مشهد هدوس عليه واقول له برضو نفس الوجه ده واقول له ستارت. بمجرد ما ادوس ستارت هنا بيقول لي الريزلت موجود هنا. انت تقدر تشوف العمليه في البروسيسنج هتقدر تخلص لحد ايه. فانا كل اللي عليا ان انا انتظر معاه لحد ما يقول لي ان هو تم، واقدر اشوف الفيديو بتاعي واشوف هو عمله بطريقه احترافيه ولا عمله ازاي. ولحد ما الفيديو يخلص هحاول اقول لحضرتك حاجه، ان الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى مهم جدا حتى في الناس اللي بيشتغلوا. الفيديو ده انا عامله مخصوص لان احنا عندنا قسم توظيف، وقسم التوظيف بالنسبه لكل الناس اللي اشتغلوا سواء مدرسين او مبرمجين او كول سنتر او بيعملوا اعلانات او خدمات كتير، بيبقى مطلوب منهم صاحب العمل ان هو يعمل تعديل على الصور او تعديل على الفيديوهات او استخدام الذكاء الاصطناعي. عشان كده المؤسسه عندنا طلبت منا احنا نعمل قسم خاص بالفيديوهات ونعلم فيه الذكاء الاصطناعي مجانا. والفيديوهات دي لا غنى ليك عنها، واحنا هنا سايبين لك في وصف الفيديو الطريقه الاحترافيه لحاجات كتير، تعمل فيديوهات، تعمل صور، تعمل كل حاجه. وهنا الفيديو خلص معايا، وللامانه ما خدش اكتر من دقيقتين 3 دقايق. مسافه ما انا كملت الكلام بتاعي كان هو خلص. انا هنا ممكن اقول له بلاي. وبالفعل النتيجه بالنسبه لي مذهله جدا.
وقدر يعملها فعلا بالذكاء الاصطناعي بطريقه احترافيه. واحنا دلوقتي بعد ما خلصنا انت قدامك حلين. الحل الاولاني ان انت ترضى بالنتيجه دي وتعمل لها داونلود على طول. الحل الثاني ان انت تعملها باكثر احترافيه شويه، وان انا ادخل على تعديل الصوت واستنساخ عمليه الصوت من ايرون مان او من الصوت اللي موجود في الفيديو واعمله بصوت ايلون ماسك فعلا، بحيث ان انت تكون بتخلي ايلون ماسك هو اللي بيتكلم فعلا بصوته. الفيديو ده هتلاقيه في طريقه عمل استنساخ الاصوات، وده فيديو عندنا في القناه، وبرده هسيبه لك في رابط الفيديو او في الكورس واخر حاجه دلوقتي لو انا عايز اعمل داونلود للفيديو ان انا هدوس علامه الاكس من الفيديو هنا. بمجرد ما ادوس علامه الاكس هنا صفحه الريزلت اللي تقدر تشوف فيها كل البروجكتات او كل المشاريع اللي انت عملتها. بمجرد ما تدوس هنا عندك زرارين، الزرار الاولاني لو انا دوست عليه هعمل ديليت للفيديو اصلا او هعمل داونلود. بمجرد ما ادوس داونلود هو هنا اتحمل، ودلوقتي بقى عندي الفيديو. لو انا دوست عليه هنا اقدر اشغله واشوفه على طول بالنتيجة اللي انا عملتها بالذكاء الاصطناعي بكل حاجة. واخر حاجة دلوقتي ان انا هشوف ان الفيديو ده مدته 13 ثانية وسحب مني من الكريدت بتاعي 30 كوين من عملات الموقع. لذلك انا بالورقة والقلم لو انا بصيت كده ان انا دلوقتي هيتكلف معايا الفيديو تقريبا ال 30 كريدت تقريبا حوالي 50 ثانية او اقل او زيادة على حسب ما انا برفع فيديوهات. يعني بمعدل كده لو احنا حسبنا ان احنا هنلاقي ان احنا هنعمل من فيديوهين ل3 فيديوهات يوميا لو انا هشتغل في النظام المجاني. وده بالنسبة للشغل المجاني فهيكفيك ان انت تعمل مقدمة الفيديو زي ما انا عامل في الفيديو اللي انا بشرح فيه دلوقتي. محتاج تعمل 13 ثانية، انا تقريبا مش هحتاج النهاردة اعمل فيديوهات تاني. لكن المعلومة دي مهمة لايه؟ لو انا اشتغلت في شركة والشركة دي دلوقتي بتطلب مني يوميا فيديوهات، ومثلا هيحاسبوني بالريال العماني او بالدولار او باي عملة كويسة او حتى بالعملة المصرية، لكن العملة بالنسبة لي هيدوني راتب كويس اقدر اشتري بيه الباقة. فانا دلوقتي هدخل على الباقات المدفوعة واشوف انا محتاج باقة ايه. مثلا ممكن اشتري الباقة ب 21 دولار دي واجرب بيها واشوف معايا الشغل هيبقى عامل ازاي. بالاضافة لكده ما تنساش ان احنا هنا هنجرب معاكم المواقع التانية في الذكاء الاصطناعي ونقول لك ميزة كل موقع، وكمان هنقول لك ايه المواقع اللي بتدي لك خدمة مجانية او الخدمات الارخص. وهنا بالنسبة لي لو انت هتقدر تعمل يوميا فيديو مقدمة او فيديوهين فالموقع ده هيفيدك جدا وهيدي لك يوميا 50 كريدت تقدر تشتغل بيهم. الكورس ده هيبقى شامل حاجات كتير: استنساخ الصوت، استنساخ الفيديوهات، عمل الانيميشن بالذكاء الاصطناعي. كل الادوات اللي هنا هتبقى بالذكاء الاصطناعي توفر لك حاجات كتير. والكورس هيكون مجاني 100% وبكل الادوات فيه، وتقدر تراسلني على القناة او على الصفحة واقول لحضرتك اي حاجة واقفة معاك. كان معاكم أسامة محمود من مضمون.com. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.